السلام عليكم. أسوأ منتخب عبر تاريخ منتخبات العراق، وحرامات هذول يمثلون العراق والمجموعة. تلقينا 7 أهداف، وأول منتخب يودع كأس العالم دون أي تنافس ودون أي أداء، ونطالب الاتحاد أن يحل هذا المنتخب فورا وكاملا، والبدء من جديد. الدفاع كان منتهي والهجوم أصلا ماكو. حرقوا أعصابنا، الله لا يوفقهم. الأسوأ من هذا أنه تونس تلعب ب10 لاعبين، ومن دقيقة 75 وسجلوا الثالث، وما قدرنا نسجل هدف. مشاركة للنسيان، وعلى الاتحاد التحرك وبناء جيل يستحقون تمثيل العراق. وبلنت كان أفضل مهاجم في آسيا، طرده من المنتخب، وشفنا ما عدنا بديل بالهجوم. وعماد محمد أصلا لا يستحق التدريب مطلقا، ما عنده أي تكتيك وتأثير، وهذا ثاني مرة يخطأ في التبديل. والمباراة الأولى غلسناه وقلنا ما زال عندنا أمل ونخرج بهذا النتيجة. وفضيحة كروية بتاريخ العراق ما صايرة. على الاتحاد أن يحارب الواسطات والمجاملات، ونقول خيرها بغيرنا. واعطونا رأيكم، ما هو سبب خسارة وخروج منتخبنا المبكر من كأس العالم؟